هنعمل النهاردة بسكوت سهل وبطريقة اقتصادية. والمكونات بتاعته بسيطة جدا، ما بياخدش وقت، ومقرمش ودايب دوبان، ومن غير زبدة ولا سمنة، وجميل جدا جدا كده، بيدوب في البق وطعمه جميل قوي قوي. يعني لو جربت الطريقة دي هتعجبك. يلا بينا نشوف ايه هي المقادير. في الاول كده انا معايا بيضتين في الخلاط، هن كل الكلام ده في الخلاط، وحطيت عليهم باكت من الفانيليا، وكوبايه الا ربع من السكر، وعندنا كمان كوبايه الا ربع من الزيت. وهنضرب كل الكلام ده كده في الخلاط لغايه ما السكر يدوب. يعني مش عايزين نلاقي حبيبات من السكر. خلاص. معانا بقى هنا بعد كده كوبايتين من الدقيق، هما المفروض كوبايتين وربع، بس انا شلت الربع على جنب، لو احتجته هحطه، ما احتجتهوش خلاص. الكوبايتين دول بقى معايا كوبايتين دقيق، حطيت عليهم نص كوبايه من النشا. النشا دي اللي هتخليه يا جماعه دوب معانا دوبان كده، دايب، هتخليه دايب ومقرمش. وحطيت كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر او كيك شيف. ومعايا بقى التركايه دي مش لازم انت تحطيها، بس انا حطيتها علشان انا بحب ريحه البرتقال او في البسكوت. يعني انا بعشق ريحه البرتقال في البسكوت، بحب احطه. فانت ممكن تستغنى عن الخطوه دي. وهنلم العجينه، مش هنعجن. لم العجينه كده بس بايديكي. وبعد كده حسيتيها ملزقه وعايزه لسه، حط 3 معالق دقيق زي ما انا حطيت كده، لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. لقيتيها قوام حلو معاكي كده ومتماسكه وحلوه، ومهاش ناشفه قوي ولا هي ملزقه قوي، خلاص تمام. بس انت اكيد هتعوزي فوق كوبايتين دقيق، بس برضو حطي بالتدريج علشان خاطر في دقيق بيقبل السوائل بيشربها على طول، وفي دقيق ما بيقبلش. خلاص. بعد كده بقى بنبتدي ان احنا نشكل، وبضغط عليها كده بكافة ايدي، بس كده ضغطة بسيطة زي ما انت شايفة كده. الصينية طبعا لو مفروشة ورق زبدة خلاص مش هتديني الارضية زيت. مش مفروشة ورق زبدة يعني زيت، يعني حاجة بسيطة قوي، بالفرشة كده في الصينية ودهنيها. انا هشكل بقى كل الكمية علشان وقت الفيديو بالشكل ده كده. وانا بقى بحب اخترع زي ما انا قلت لكم قبل كده. هجيب بقى غطا ازازه وهشكله. انا مش حابه ان انا اسيبه ساده كده، على فكره انت ممكن تسيبيه ساده، بس انا مش حابه شكله كده، عايزه ايه اخترع فيه اي حاجه كده. فجبت غطا ازازه وابتديت ان انا اشكله بالشكل اللي انت شايفاه ده. انت برضو الخطوه دي ممكن تستغني عنها. اللي شفتوا بقى هو قد ايه سهل وبسيط، يعني في 10 دقايق بس. ده شكله. طبعا الفرن والع قبلها ب5 دقايق، هيدخل للفرن على الشبكة في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. هياخد معاكي حوالي من 20 دقيقة لنص ساعة. تمام. هيحمر من تحت كده، تولعله الشواية، يعني ياخد لون بسيط جدا جدا، حاجة بسيطة قوي، خدي بالك. من فوق زي ما انت شايفاه كده. وبعد كده بقى بتشيليه وبتقدميه، بترصيه على طبق التقديم، او بتشيليه في علبة يكون محكمة الغلق، علبة يكون لها غطا، يعني علشان خاطر ان هو بس ما فيش حاجة وحشة تيجي عليه ولا كده. انا هنا رصيته معاكم في الطبق عشان بس اوريك الشكل النهائي. وبعد كده بحطه في علبة وبغطيها. وينفع كمان لللانش بوكس للولاد في المدرسة، جميل جدا جدا. وسهل، والطريقة سهلة وبسيطة. ولو انت جربتيها هتعجبك جدا جدا. وممكن على فكرة بدل روح البرتقال اللي انا حطيتها ممكن تحطي بشر برتقال. والخطوة دي اختياري، انت ممكن تشيليها خالص وتستغنى عنها خالص، بس انا حطيتها علشان انا بحب البرتقال جدا جدا في البسكوت، انا بحب ريحته. تمام. شفتي بقى الطريقة سهلة وبسيطة ازاي؟ يا ريت بقى لو انت اول مرة تشوفيني او اول مره تخشي عندي القناه وما اشتركتيش، اشتركي وفعلي زر الجرس علشان كل حاجه بعملها توصلك. ده كده شكله.